بلغني أيها الملك السعيد أن الملك لما رأى الغلام ففرح به وسلم عليه، والصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن عليه أثر الحزن، فرد السلام على الملك وقال له: يا سيدي، اعذرني في عدم القيام. فقال الملك: أيها الشاب، اخبرني عن هذه البركة وعن سمكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيه وما سبب بكائك وحزنك. فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خده وبكى بكاء شديدا، فتعجب الملك وقال له: ما يبكيك أيها الشاب؟ فقال: وكيف لا أبكي وهذه حالتي؟ ومد يده إلى أذياله فرفعها، فإذا نصفه التحتاني إلى قدميه تحول إلى حجر، ومن سرته إلى شعر رأسه كان بشر. ثم قال الشاب: اعلم أيها الملك أن لهذا السمك أمر عجيب، لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر. وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة، وكان اسمه محمود، صاحب الجزائر السود وصاحب هذه الجبال الأربعة. أقام في الملك 70 عاما، ثم توفي والدي وتسلطنت من بعده، وتزوجت بابنة عمي، وكانت تحبني محبة عظيمة، بحيث إذ غبت عنها لا تأكل ولا تشرب حتى تراني. فمكثت في عصمتي 5 سنين، إلى أن ذهبت يوما من الأيام إلى الحمام، فأمرت الطباخ أن يجهز لنا طعاما لأجل العشاء. ثم دخلت هذا القصر ونمت في هذا الموضع الذي أنام فيه، وأمرت جاريتين أن يروح على وجهي، فجلست واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي، وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم، غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة. فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي: يا مسعودة، إن سيدنا مسكين شبابه، ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة. فقالت الأخرى: لعن الله النساء الزانيات، ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لا يصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه. فقالت التي عند رأسه: إن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها. فقالت الأخرى: ويلك، وهل عند سيدنا علم بحالها، أو هي تخليه باختياره؟ بل تعمل له عملا في قدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام، فتضع فيه البنج فينام، ولم يشعر بما يجري، ولم يعلم أين تذهب ولا بما تصنع، لأنها بعدما تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده، فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من منامه. فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي ظلاما، وما صدقت أن الليل أقبل. وجاءت ابنة عمي من الحمام، فمددنا الصماط وأكلنا، وجلسنا ساعة زمنية نتنادم كالعادة، ثم دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام، فناولتني الكأس فتراوغت عنه، وجعلت أني أشربه مثل عادتي، ودلقته في عبي، ورقدت في الوقت والساعة. وإذ بها قالت: نم ليلتك لم تقم، والله كرهتك وكرهت صورتك، وملت نفسي عشرتك. ثم قامت ولبست أفخر ثيابها، وتبخرت، وتقلدت سيفا، وفتحت باب القصر وخرجت. فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر، وشقت في أسواق المدينة إلى أن انتهت إلى أبواب المدينة، فتكلمت بكلام لم أفهم، فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب، وخرجت وأنا خلفها، وهي لا تشعر حتى إذا انتهيت إلى ما بين الكيمان، وأتت حصنا فيه قبة مبنية بطين لها باب، فدخلته هي، وصعدت أنا على سطح القبة،
وأشرفت عليها، وإذ بها قد دخلت، فرأيت عبدا أسود إحدى شفتيه غطاء وشفته الثانية وطاء، وشفاه تلقط الرمل من الحصى، وهو مبتل وراقد على قليل من قش القصب. فقبلت الأرض بين يديه، فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها: ويلك، ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ كان عندنا السودان وشربوا الشراب، وصار كل واحد مع حبيبته، وأنا ما رضيت أن أشرب من شأنك. فقالت: يا سيدي وحبيب قلبي، أما تعلم بأني متزوجة من ابن عمي، وأنا أكره الخلق في صورته، وأبغض نفسي في صحبته، ولو لأني أخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينة خرابا يصيح فيها البوم والغراب، وأنقل حجارتها إلى خلف جبل قاف. فقال العبد: تكذبين يا عاهرة، وأنا أحلف وحق فتوة السودان، وإلا تكون مروءتنا مروءة البيض. إن بقيت تقعدين إلى هذا الوقت من هذا اليوم لا أصاحبك ولا أضع يدي في يدك يا خائنة. أتنقلبين علي من أجل شهوتك؟ قال الملك: فلما سمعت كلامها وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما، صارت الدنيا في وجهي ظلام، ولم أعرف روحي في أي مواضع، وصارت بنت عمي واقفة تبكي إليه وتتذلل بين يديه وتقول له: يا حبيبي وثمرة فؤادي، ما أحد غيرك بقى لي، فإن تركتني يا ويلي، يا حبيبي يا نور عيني. وما زالت تبكي وتتضرع له حتى رضي عنها. فقالت له: هل عندك ما تأكله جاريتك يا سيدي؟ فقال لها: اقشفي اللقان، فإن تحتها عظام فئران مطبوخة، فكليها وقرقشيها، وقومي لهذه القورة تجدي فيها بوضة فاشربيها. فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديها، وجاءت مع العبد على قش القصب حتى